استكمالا لزنزانة اللعب الجماعي، يون وجين وراشيل استمروا بالتقدم لحد ما وصلوا لطريق مسدود. آنسة راشيل: هل ممكن من فضلك تستدعي روح؟ وهي سألته عن السبب، فعرفها لأنه عايز يتفقد ما خلف البوابة تحسبا لأي طارئ، وقال لها مع إن الأرواح أقل حدسا من البشر إلا إنها بتقدر تستشعر منطقة واسعة بناء على المشاعر، وهي قالت له إنها هتحاول. شرعت على طول في استعمال المهارة الخاصة، وفي ثانيتها قدرت تبصر ما وراء الجدار، واتفاجئت من اللي لقيت وقتها، فهي قالت لهم إنها استشعرت نية قاتلة. وبالنسبة لجين دي حاجة كان متوقعها. أكدت له راشيل من وجود شخص في الجانب الآخر، وإنهم لو هيدخلوا فلازم ياخدوا حذرهم جدا. وجين في سره قال بما إنها حست بنية قاتلة فأكيد الشخص اللي في الداخل مش واحد من المسؤولين عن الاختبار، وقال إنه كان متوقع ظهور بعض الأعداء تحديدا، وإن الاختبار خلاص أوشك على الانتهاء. بعد كام خطوة من مشيهم جين فعلا استشعر طاقة شيطانية. قال يمكن واحد من البشر الشياطين أو المدعو لانكسر، الشخص اللي استهدف راشيل في الماضي. وفي اللحظة دي شافوا شخص في الأعلى، وبصوت مسموع قال لهم: أهلا بكم أيها الطلاب، أنا مشرف المرحلة الأخيرة ويطلق علي اسم نصل الظلام. وراشيل سألته إزاي أطلق على نفسه لقب مشرف وفي نفس الوقت بتشع منه كل الهالة القاتلة دي، وهو رد عليها: لو انتوا مش مصدقيني فايه رايكم تواجهوني وتتاكدوا بنفسكم. واستعمل تقنيه نسخ. وقتها ينبسط لجين وقالت له ان مهاره النسخ اللي استعملها مهاره ضعيفه جدا، وان بس كل اللي عليها تعمله هو استهداف الجسد الاصلي. سالها بقلق هل هتكون على ميرام، فردت عليه: بالتاكيد، ده انت اللي قايل لي ده بنفسك قبل كده. وهو عرفها انه فعلا واثق فيها. وفي اللحظه دي بداوا تحركاتهم، وجين رجع للخلف بسرعه عشان يطلع لمسافه اعلى ويمتلك مساحه كامله للقنص. اما نصل الظلام فهو استدعى سيوف عديده، وقال لهم ان لعبه الغميضه اللي بدأوها هتكون مسليه. حاول يستهدف جين ببعض السيوف، لكن يون دفعت عنه بسرعه، واتحركت هي كمان وقالت انها تهتم بامر النسخ لشكلها، وان اللي راشيل لازم تعمله هي انها تقضي على الجسد الاصلي. وراشيل اتحركت قايله لها انها هتحاول، وفعلا يون اتحركت بسرعه بتحاول تقضي على النسخ لشكلها في اسرع وقت ممكن. اما راشيل فقربت من النسخه الرئيسيه وعرفت تميزه عن بقيه النسخ باستعمال القدره الروحيه اللي بتمتلكها. واما هجمت عليه نجحت في تحطيم درع الحمايه. عدسك ثاقب يا اميرتي، لم اتخيل انك قد تطورت الى هذا الحد. وهي اخذت بالها من شعار نوعا ما اتعرفت على الجماعه اللي الشخص ده بينتمي ليها، وقالت انها هلال الاقدار. وجين سمع الاسم اللي ذكرته وحس ان الاسم ده عدى عليه قبل كده وما عداش كتير، وافتكر فعلا، وقال انها واحده من المنظمات السريه المرتبطه بفرقه الحرباء. وبنعرف ان فرقه الحرباء اقامت العديد من العلاقات مع المنظمات والجماعات، مش علاقات متينه زي ما اي حد ممكن يتخيل، وممكن نقول انها اشبه بصفقات، لدرجه ان احيانا كتير الطرف الثاني ما بيكونش عارف انه بيتعامل حتى مع فرقه الحرباء. وهلال الاقدار دي واحده من الجماعات اللي فرقه الحرباء اقامت معاها بعض الصفقات. بس جين كان فاكر حاجه، وهي ان هلال الاقدار في العاده اعمالهم بتكون نشطه في منطقه بانديمونيوم. فيا ترى ايه اللي جابهم دلوقتي لاختبار المكعب؟ ايتها الاميره، بما انك اتعرفتي علينا فده معناه اننا بقينا مشهورين جدا. وجين قلق جدا من الاداه السحريه اللي خرجها، وتدفق القوه السحريه في الاداه كان مألوف لي بعض الشيء، وانتابه احساس مشابه وقت ما اتنقل من مكان للتاني. فاطلق رصاصه وقال لراشيل تبعد من هنا في اسرع وقت ممكن، وده لان الاداه السحريه اللي بيستعملها هي اداه تخص الانتقال الاني. الشخص كمل استعماله للاداه، وطاقه خلاص كانت هتغلف راشيل، ولكن في نفس اللحظه مرت يون وانقذتها بسرعه. سالتها عن استعمال الوغد لمهاره زي دي وليه يعني بيتصرف بالشكل ده، وراشيل عرفتها ان الشخص ده ينتمي لمنظمه خاصه تابعه لبانديمونيوم، واكيد الجماعه تلقوا امر من جهه معينه. وقتها جين صرخ قايل ليون تاخد راشيل ويبعده من هنا قدر الامكان. وما سالته على اللي ناوي يعمله جين ملحقش يرد عليها لانه شرع في البدء على طول، فهو كان بيستعمل طاقه الاسير. بدت الطاقه ببطء ولفها على رجله، وفجاه لقى نفسه بيسحب. جين سحب الطاقه بقوه قايل له يبعد عنهم حالا. واول ما نصل الظلام وقع على الارض جين سحبه مره تانية ورطمه بالجدار. رفع مسدسه ناحيته وقال له من الافضل يلتزم الهدوء، منبهه ان لسه قوته السحريه عالقه بيه. اتاكد وقتها ان الجماعه دي حاطين راشيل كهدف ليهم، مش عارف لسه الغايه من ورا هدفهم، لكن بمعرفه ان قائد منظمه هلال الاقدار هو كمان من دوله انجلترا استنتج ان الجماعه داخلين في صفقه مع آل لانكسر. وعشان جين يتاكد ساله عن الشخص اللي ارسله هنا. يا ولد، وايه اللي ممكن تعمله بمسدس مخصص للطلاب العسكريين؟ وجين قال ان طالما الشخص ده كان بيراقبهم فاكيد عرف معلومه السلاح في البدايه، وان ده اللي شجعه يقتحم المكان اثناء الاختبار. وقال له طالما بتسخر من سلاحي فايه رايك ان هقبل التحدي؟ وفي اللحظه دي استدعى نسر الصحراء، الصق فوهته في جبهته وساله لو انه دلوقتي بقى عنده الرغبه في الكلام. ساله الشخص وقتها هل هو فعلا طالب عادي في المكعب، وجين قال له هذا ليس من شانك. والراجل قال يبقى الظاهر اني اتورطت مع الشخص الخطا. وجين حذره من التفكير في حيله، والا الحيله هتكون سبب هلاكه. وبعدها وهو مستنيه يتكلم جين فكر لو ان الشخص ده فضل صامت حتى النهايه فهو ممكن يتصرف معاه بطريقه مختلفه. وفي اللحظه دي سمع يون بتنده عليه وتحذره، وجين اتفاجئ انها نفس القدره السحريه اللي الشخص ده استعملها في البدايه. طلع استخدامها مجددا وغفل جين من غير ما ياخد باله. حاولت يون تتحرك وتلحقه ولكن فات الاوان لان المهاره السحريه غلفته من كل ناحيه، والمساحه اللي كانوا موجودين فيها تخلصت لحد ما وصلت لمساحه صغيره واختفوا الاثنين تماما قصاد عينيهم. ندهت يون عليه على امل انه لسه معاهم هنا لكن مختفي، ولكن للاسف يون ما حصلتش على اي رد. والمشهد بياخدنا لمكان مختلف. القوه السحريه
اللي حوطت جين تلاشت، ومن المكان اللي شافه حواليه اتاكد فعلا ان القدره السحريه كانت مهاره انتقال اني. وقتها جين حس ان في حاجه بتقرب منه بسرعه، فاتنقل من مكانه وظهر سيف مكان ما كان واقف يخص نفس الشخص اللي واجهه. ايها العنيد، ليه انت مثابر بالشكل ده؟ انا كنت عايز ابعد الاميره بهدوء، لكن انت برضه عمال تتدخل، وعموما حتى من غير ما اعرف انت مين اخليك تختفي من العالم ده للابد. وجين قلق اما شافه استدعى 7 من السيوف القصيره، وقال ان اكيد بيستخدم المانا للتحكم في الهجمات بعيده المدى. وبما ان راشيل واجهت مشاكل في التعامل معاه، فهو على الاقل في المستوى المتوسط. ذكر بعدها ان جهاز النقل الاني جهاز سحري باهظ الثمن، ولو لانكسر هو الشخص اللي دفع ثمنه، فده معناه انه فعلا مصمم في القضاء على رشيد. رغم ان الجن معانا في نفس المكان بشكل خطوره عليه، الا انه شاف ان ده افضل بكتير من ان الشخص ده يكون متواجد في نفس المكان اللي رشيد متواجده فيه، وده لانها واجهت صعوبه في التعامل معاه. وقال من الافضل ليا انا الشخص اللي بيمتلك الختم اتعامل مع الخصم ده، لان هكون مناسب في الموقف اكتر منها. واول حاجه جن عملها هو تفعيله لتاثير تعزيز الجسد. فرح جدا لما نجح، لان نجاحه كان بفضل الاكسير اللي شربه واللي كان حصل عليه من الطالبه يو. والخصم في اللحظه دي رماه مجموعه من السيوف. استعمل جن رصاصه الوقت، تباطأ الزمن بالنسبه له، راوغ بعض الهجمات واطلق العديد من الطلقات، ولكن خصمه تصدى ليهم بسيوفه واستفز ما قال له انه كان فاكر انه بيمتلك ورقه رابحه، وان ازاي يعني دي كل المهارات اللي بيمتلكها. وجين كان منزعج من مقدرته على صد الرصاصات. في اللحظه دي جين اخد باله ان في سيف متوجه ناحيته كان جاي من ظهره، لكنه مع ذلك راوغ الهجوم اما مال لمسافه صغيره. وجين استغرب من اللي حصل معاه، اتفاجئ من مقدرته التنبؤ بتغير مسار السيف، وقال ان دي هي الحاجه الوحيده اللي خلته يعرف يراوغ الهجوم. بعدها هو بيراوغ هجمات تانية، فكر هل ممكن نجح في ده بسبب استخدامه لرصاصه الوقت، لكنه نفى الكلام ده لانه كان عارف ان رصاصه الوقت بتسمح له فقط بالتحرك بسرعه مذهله، لكنها ما بتسمحلوش بتوقع الحركات المفاجئه. غضب الخصم لما لقى جين بارع في تفادي الهجمات، وبدا يحرك سيوف ناحيته بسرعه اكبر. والجين هو كمان كان منزعج، فالشخص ده مشبع السيوف بالمانا، واي سيف بيطلقه ناحيته بيستعيده تاني ويطلقه مجددا. وجين قال انه هيحاول يتصدى ليهم ببعض الطلقات، وفعلا ده اللي عمله، ولكن حركه السيوف ما كانتش بتنتهي، فارغم على الاستمرار بالمراوغه. وجين شاف ان على المعدل ده طاقته كلها ممكن تستنفد قبل ما القتال ينتهي، وقال ان يمكن الحل هو في استعمال ختم الاثر. كان عايز يقصر المسافه بينه، لكن كونه على ارتفاع عالي صعبت الحركه عليه، وقال هيتجنب يستعمل طاقه الاسير، لان بالتاكيد الشخص بقى واخد حذره بسبب استعماله ليها في المره الاولى. وفي اللحظه دي جين استعمل مهاره معتمده على ختم الاثر. ظهر ضوء ساطع دفع الخصم لابعاد الضوء عن عينيه، اختفى جين من مكانه، وظهرت دوامه طاقيه وخرج منها قايل فقط لمره واحده، والخصم ما فهمش ازاي بقى وراه. واول ما جين ضغط على زناد، الراجل قال له انه مهما اطلق من طلقات فهو طالما بيتصدى ليها هيفضل في امان. ولكن جين اترسمت على وشه ابتسامه، ادرك انه بيحاول يعمل حاجه. وجين قال حسنا اذا قم بعضه، والذئب الشبحي خرج من جواه. الذئب عض فعلا نسل الظلام، وممكن نقول ان دي اللحظه اللي انتهى فيها فعلا. واول ما رجع الذئب لمكانه، جين قرب منه وساله هل فعلا مش هيتكلم، ونسل الظلام فضل ساكت. لو هتفضل صامت كده فمتهيألي انت محتاج للمزيد من الضرب، وده لاني ما عنديش وقت اضيعه معاك. ضغط عليه برجله فطلب منه يستنى، ولكن حصلت حاجه غير متوقعه، حاجه تخص اختبار المكعب. وبناء على كلام جين فهي مرت ساعه، واللي معناه ان الاختبار هينتهي حالا. وسمع صوت نظام المكعب بيقول سيتم استدعاء جميع الطلاب خارج البرج قريبا. وجين لقى جسمه بيتلاشى، وطبعا نسل الظلام ابتسم. وجين قال بجديه ما توقعتش ان في شخص اكثر حظا مني. قفل عينه مستسلم للمصير، وقال في سره طالما امور زي كده هتستمر بالحدوث فده معناه اننا هنتقابل مجددا، ووقتها هلقنه درس. وعموما انا لازم اعرف قائده الحرباء بده. وجين رجع مع بقيه الطلاب، كان حاسس بالخساره، وان على الاقل كان لازم يحط في نسل الظلام رصاصه واحده. وصاحبنا سمع حد بينده عليه. طلعت يون كانت قلقانه جدا، وسالته هل هو بخير. وريني اللي حصل لوشك، ازاي بقيت بالبشاعه دي كلها؟ بشاعه؟ عموما انا بخير. لا مش واضح انك بخير ابدا، استناني هنا هروح واجيب لك جرعه. اتحركت بسرعه قبل ما يلحق يقول لها انها مش مضطره تعمل ده. وفي اللحظه دي سمع صوت تنبيه على ساعته الرقميه، واما القى نظره لقى رساله وفيها مكتوب ان تم عقد اجتماع مع بقيه الاعضاء بخصوص طلبك، والنتيجه هي ان 5 وافقوا و5 اعترضوا. وجين زي ما توقع فحتى فرقه الحرباء بتحاول تتجنب قتل شي. بعدها لقى رساله تانية من القائده، وقالت فيها انها لسه مقررتش. كملت وقالت بعدها انت قتلت بالفعل بعض الاشخاص، وكلها كانت مهام موكلت اليك، وعموما معظم اللي قتلتهم كانوا مجرد اشرار ويستحقوا ده. ولكن المره دي هل عايز فعلا تقتل شخص بنفسك مهما كان السبب؟ لو قتلت شيء بارادتك الكامله فده بكل تاكيد هيسيب اثر جواك، فهل فعلا هتقدر تتحمل ده؟ عموما خلينا نتقابل على انفراد ونتكلم في ده بعدين. وصاحبنا جين قلق فعلا، مش مصدق ان حتى فرقه الحرباء العظيمه بتتصرف معاه بالشكل ده. فكلام القائده خليته يتردد جدا. وقتها جين سمع صوت على مقربه منه، وراشيل هي اللي كانت واقفه في الناحيه الثانيه، وفجاه سمعته بينده عليها.
لوحدها، ما صدقتش ما شافته، وهو قال لها من المريح انك بخير. وقتها واحد من المسؤولين في المكعب اتفاجئ اما لقى جين قدامه، فبان ان راشيل كانت قلقانه عليه وعرفت المسؤول بامر فقدانه، وعشان كده المسؤول قال لها تتوقف عن اثاره الفوضى، استنى بس افهمك، ده فعلا كان في متسلل في قاعه الامتحان بدل المشرف. وهو رد عليها انت بالفعل بلغتي عن الامر، ولكن احنا هنا مش في بريطانيا. وبعدها كلم المسؤولين الاخرين وعرفهم ان كل الطلاب رجعوا سالمين. كانت لسه حاسه بالغضب، لكن جين قرب منها وقال لها كفايه، وان ممكن يبلغوا معلم الفصل لاحقا. كانت لسه هتعبر عن مقدار قلقها عليه، لكن ما رضتش تتكلم عشان ما تظهرش نفسها. وبعدها سالته عن اللي حصل لجماعه هلال الاقدار، وتقصد تحديدا الشخص المدعو نصل الظلام. وما جين قال لها انه فاز، سالته باستغراب ازاي نجح، فقال لها انه بس قدر يتغلب عليه، وتجنب يحكي لها عن استخدامه الختم الاثر وعن استدعائه للذئب الشبحي. وهو مع ذلك لقى منها اطمئنان، قايله له ان كده الوضع بقى مريح. في وقت تاني وجين مع كيم سو في الزنزانه اللي كانوا متفقين يروحوها بعد قضائهم على الوحش اللي كانوا في مواجهه معاه. واثناء ما كيم سو بيتفحص الوحش، جين ظهرت له نافذه مكتوب فيها ان زاد فيهم الختم الاثر، وان تمت اضافه خاصيه جديده، خاصيه ختم المفهوم، وان ممكن يطبع معنى الختم في مفهوم محدد واخر يوصل ل2 من المفاهيم، وكل مفهوم مطبوع هيستهلك نصف المعنى فقط لاظهارها. وجين عرف ان ده تاثير ختم الاثر اللي استعمله وقت قتاله النصل الظلام، وقال ان ممكن يختار النقل الاني زي اخر مره. وقتها عرف كيم سو انه منهك للغايه، وكيم سو رد عليه مع ذلك اليس زعماء هذه الزنزانه مميزين وممتعين للغايه؟ وجين قال له يبطل يقول كلام غريب زي ده بصوت عالي، وازاي اصلا يا كيم سو قلت لبقيه زملائنا اننا رايحين انا وانت في جوله قياده بالدراجه الناريه؟ وكيم سو قال يعني ما كانش ينفع اقول ان انا وانت رايحين لزنزانه، لكن يا كيم سو بعد كلامك الناس فضلوا يسالوا لو انا وانت بنتواعد. ورساله ظهرت لكيم سو، فطلب من جين يستنى وانه بس هيرد على الرساله بسرعه. وجين ساله هل الرساله من فتاه، ارتبك جدا وما لقاش حاجه يقولها. وجين قال كنت عارف انك مش هتنكر ده، لكن كيم سو بعدها قال له الامر ليس كذلك، وليه ممكن اصلا تهتم بيا؟ على اي حال يا جين هل فعلا مش هتيجي معانا الرحله؟ وجين قال بص على نفسك ازاي بتختار تغير المواضيع. وعشان كيم سو يخليه يقبل يروح معاهم الرحله، عرض عليه انه هيديله المكافاه اللي حصل عليها من الوحش اللي هزموه. وجين ما توقعش انه هيشوف المكافاه دي، وفي سره قال الوغد المشارك في تاليف الروايه دايما بيسيب لي مفاجآت. وظهرت له معلومات عن عنصر المكافاه اسمها جره الرغبه، وهي قطعه اثريه سحريه، جره تفيد بالرغبه، ومهما وضع جواها هتلتصق الرغبات داخل الجره عشوائيا. وجين لقى العرض مغري نوعا ما، ولان جين بيمتلك حظ بفضل نقاط القصه، كان شايف ان عنصر من الدرجه الاولى زي ده عنصر محتوم يشوفه بسبب الحظ اللي بيمتلكه. وكيم سو كمل عمليه اغراءه، قال له انه بمجرد رحيلهم من غيره فهو مش هيعرف يشوفهم لمده 3 اشهر، ويا جين الامر هيكون اقل وحده لو قضينا وقت ممتع لمده 3 شهور. وجين ساله باستغراب على ان ازاي غيابه عنه 3 شهور حاجه هتخليه يحس بالوحده. وكيم سو قال ممكن كمان يا جين بحضورك معانا في الرحله انت كمان تستغل الوقت للتقرب من يون. بتقول انا كمان؟ اديك وقعت بلسانك، فكلامك معناه انك فعلا عندك شخص بتحاول تقرب منه. يا جين مش ده هو الامر، قلت لك ان في سوء فهم كبير. المهم في الاخير جين وافق، وهما مع بعض في الرحله كان مركز في بعض الحسابات، ولكن يون من شده ارهاقها غطت في نوم عميق ومالت على كتفه بلا وعي منها. سالها هل انت نائمه؟ فتاكد من ده اما ما ردتش عليه. اليوم التالي بعد وصولهم ندهت يون بصوت عالي وقالت من هنا يا رفاق انا بذلت جهد مش سهل لحجز المكان ده، وكل واحد فيكم يفرغ امتعته وبعدها نجتمع هنا. كيم سو سالها عن اللي هيعملوه، فقالت له ان اول حاجه هيعملوها هي لعب البلياردو والبولينج، هيركبوا بعدها الدراجات المائيه، وبعدها هيروحوا للسباحه والاستمتاع بالينابيع الحاره والعاب الطاوله. كانت متحمسه جدا لكل الحاجات اللي هيعملوها، لدرجه ان يو قالت لها ان مزاجها رايق النهارده على عكس عادتها. لكن هي في اللحظه دي القت نظره على جين، تاملته بتمعن وابتسمت من غير ما حد يبقى عارف اللي بيدور في بالها. بعدها وهو بيهتم بامر الشوي كالعاده، قربت يون منه وقالت له ازاي ممكن تتعامل مع الامر ده. وجين سالها عن الامر اللي بتحكي عنه، وما بص عليها لقاها ماسكه قطعه فحم، فقال لها تسيبها مكانها وان هو هيتكفل بكل حاجه. لكن يون قالت له لا بعناد، وطلبت منه يقول لها السر وان ازاي بارع كده في شواء اللحم. وجين قال اول حاجه لازم ما يكونش في شخص مزعج جنبي، كانت هتمسكه تعجنه. وهو قال لها انها مش مضطره لايجاد عمل هذه الامور. وزميلهم هان ضحك ما شافهم مع بعض وسالهم بسخريه عن اللي بيعملوه هناك، ويون قالت له يخرس. وجين اخد باله من نظرات شين المرعبه، ونظراته فعلا كانت مخيفه، فواضح جدا انه بيغار على يون. وسال يون هل لازم تفضل موجوده معاه، وان جين الاحمق كان قايل انه هيشفي كل حاجه. وهي قالت معقوله مش حاسين بالاسف؟ وهنا يو هي اللي اتكلمت، حاسين بالاسف؟ ما افتكرش انك واقفه جنبه بسبب احساسك بالاسف يا يو. لا بأس، فهما الاتنين شكلهم جميل مع بعض كده. ويون قالت له هو كمان يخرس. افكار غريبه عماله تيجي على بالكم، ما بقتش فاهماكوا نهائي. اما جين لها اخدت قطعه، سالها نضج الطعام، واما قالت له نعم قال لها انهم كده هينقلوا لي الباقيين، وفعلا ده اللي عمله بالضبط. وقتها شين قال لكيم سوهو ايه رايك بعد ما ننتهي من الاكل انا وانت ندخل جوله بلياردو تانيه، وهنقال وانا معاكو، والخاسر هياخد غطس في بحر الهوا. وقتها يو اللي بتعشق النودلز سالتهم لو اني مش حاسين بالملل من اكلهم للحم لوحده، وهل عايزين ياكلوا معاها بعض النودلز، وان يعني مش مضطرين يعملوا ده لو مش عايزين. في نهايه جلوسهم سويا
قويا. خبطت يون دراع جين. شفت انت لقيت الامر ممتع بعد ما جيت معانا. وهو قال حسنا ليس مملا على الاقل. اللي انت تفوهت بيه واضح جدا انك مستمتع بوقتك. وعلى ذكر ده انا كمان اشتريت دراجه ناريه. ومن صدمته كان هيسكب الشراب. اكدت له فعلا انها عملت ده وانها مركونه في موقف السيارات. معقوله كلام؟ وهل معاكي رخصه قياده اصلا؟ فقالت له انها حصلت عليها لكنها لسه مبتدئه. لكن ايه رايك؟ هل عايز تروح في جوله معايا؟ فسالها ازاي طلبت منه المخاطره بحياته. وهي قالت طالما ده اللي مضايقك فانت ممكن تتولى القياده. وجين كلم نفسه في ضوء النجوم الذي يملا سماء الليل وصوت الامواج المتلاطمه العذب، بل وحتى هؤلاء الشباب الذين سيخلف غيابهم وحشه في النفس. وبينما اقف في خضم كل هذا انتابني شعور رقيق وعميق، شعور كنت اظن انني لن اذوقه في هذا العالم ابدا سيكون امرا حسنا. بعد انتهاء الليله دي وفي اليوم التالي صباحا يون قالت لهم انها ستذهب لتجيب على اتصال وترجع، وهم قالوا لها ترجع بسرعه. وما راحت تتكلم فعلا ناويه ترجع باسرع ما يمكن. فجاه وهي منصته بعناية التفتوا كلهم وما سمعوا صوتها عالي، وفجاه لقوها وقعت على الارض. قربوا منها عشان يطمنوا عليها وسالوها عن اللي حصل معاها، لكنها قالت في بكاء ان يتوجب عليها الرحيل. انت تبكين؟ طب احكي لنا اللي حصل. وجين هو كمان قال لها تهدى وتكلمهم. مسكت دراعه بقوه وطلبت منه برجاء ياخدها ويقود بيها بسرعه، لكن جين كان عايز يفهم اللي بيحصل معاها. وافق على انه هيوديها للمكان اللي عايزاه وسالها عن الحدث اللي حصل، واللي قالته بعدها صدمه. قالوا ان اخي الاكبر قد استعاد وعيه، وهو في سره قال ان ده مستحيل. ازاي يعني تشي بيستيقظ؟ ده من المؤكد ان. ولكن خطف انتباهه صوت شهقتها العاليه. قالت لا تستنى وانها توقظ سائق السياره، لكن جين سال يون عن الموقع اللي اوقفت فيه دراجتها الناريه. واول ما قالت له موقف السيارات مسك ايديها وقال لها هيا بنا. يو كانت شايفه ان ذهابهم بالدراجه الناريه حاجه خطيره للغايه، لكن جين عرفها ان ما عندهمش وقت وان لازم يوصلوا باسرع طريقه ممكنه. وهي وافقته وقالت له انهم هيروحوا وراهم. بمجرد وصول جين للدراجه طلب منها الصعود خلفه. عملت ده وكانت بتهتز، فقال لها تمسك بيه جيدا، وهي مسكته من ملابسه. انت يا يون تمسكي جيدا بتلك الطريقه. اختلطت عليها المشاعر وتحركوا مسرعين انطلاقا للمشفى. اما يو فكانت بتوقظ شن اللي ما كانش داري باللي حواليه ورايح في سابع نومه.